شفت اللي حصل النهارده؟ ما شفتش؟ تعالى. شركة ابل النهارده اعلنت عن 2 ايباد جداد، ايباد اير الجيل السادس بشريحة M2، والاول مرة ايباد اير بيجي بنسختين، نسخة 11 بوصة ونسخة 13 بوصة، وده حاجة عادية. اما بقى اللي مش عادي فهو الايباد برو، لان ده حرفيا ارفع جهاز ابل عملته لحد دلوقتي، ارفع من الايبود الصغير جدا، وبيجي ببروسيسور الام 4 الجديد، وده اول ايباد بشاشة اوليد، ومش اوليد عادي، دي حاجة اسمها تاندم اوليد، ودول يعتبروا شاشتين اوليد فوق بعض عشان يقدر يديك الوان مفيش بعد كده. وشاشه الايباد بتيجي نانو تكتشر جلاس علشان تمنع اي انعكاس ممكن يجي على شاشه الايباد، وتحسينات كتير قوي لتطبيقات المونتاج والانتاج الموسيقي اللي هم فاينل كات ولوجيك برو، وماجيك كيبورد جديد للايباد بوزن اخف، تحسينات على التراك باد، وكمان صف زراير كامل للوظائف علشان يسهل عليك الاستخدام، وكمان قلم جديد وده اللي جه عليه تحسينات كتير قوي، وهو الابل بنسل برو. واول حاجه وهي خدمه فايند ماي. دلوقتي لو القلم